مرحبا يا أخو، حياكم الله وبياكم. طبعا عندي رسالة، يعني أتمنى أن توصل للشعب اليمني عام دون استثناء. طبعا القضية الفلسطينية قضية الشعب اليمني كامل، قضية اليمن قضية الأمة الإسلامية والعربية. يعني بعضهم يقول لك أن اليمن متقسم ومتشظي إلى عدة أشظاء، وأنهم فارحين بضرب الكيان الإسرائيلي لصنعاء. فأقول لك أنت غلطان. اليمن شمالا وجنوبا جميع مكوناته وأطيافه مع القضية الفلسطينية، ونحن مساندين القضية الفلسطينية بأرواحنا وأموالنا وكل ما نملك. لهذا السبب اللي بيصلح التفرقة في هذه القضية أقول لا والله أنك خسعت وكذبت. اليمن بجميع أنواع طائفته ومكوناته، حتى إذا عاد في يهود في اليمن، يهود يمنيين في اليمن مع القضية الفلسطينية. هذا أولا. ثانيا ما بالك احنا مسلمين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فرسالتي لكم ويا أخواننا أهل صنعاء، المواطنين، عدم بث الفيديو إذا في استهداف من قبل الكيان الإسرائيلي، لأنك يوم تبث الفيديو تنشره يأخذها الإعلام، وفي هذه أنت تخدم. وأنت عارف لما جيت تصور فيديو مكان ضربة، وقعت الضربة إسرائيلية وتنشره، فهذا خدمة للخنازير. فما نبغاكم تصوروا أي مقطع فيديو. خله يضرب بعدين عندما يعود أو عندما يشاهد الإعلام يبغى يشوف، يدور، يفكر إيش خلفت الضربة أو الغارة مثلا اللي ضربها، إيش سوت، إيش خلفت، إيش سوت. فعندما ما يشوف أي بث ولا أي نشر يجي له مثل العماء، مثل الوجع، مثل القلق، مثل إيش، فين ضربت عليه. بس أنتم تنشر وتصور الإعلام ياخذها على طول، هذا يخدمه يروي شعبه. تفضلوا، هم ضربوا علينا مثلا مطار، أو استهدفوا علينا بيت، أو استهدفوا علينا منشأة، شوفوا إيش سوينا بهم. لهذا السبب أنصحكم بعدم النشر، لا تنشروا الضربات أو الصور